السلام عليكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال وفي صحه جيده ان شاء الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا طاكوس منزلي 100%. نتمنى يعجبكم. بصراحه ساهل ساهل ساهل. العجين ديال الطاكوس ساهل والحشوه سهله. من الاحسن نديروه في دارنا ونعرفوا شنو كناكلوا ونعرفوا شنو كنوكلوا لوليداتنا. كما كتشوفوا الخبيز ديال الطاكوس هو كي جا رطب، جا زوين رائع وساهل في الساعه كيوجد، وما فيهش مجهود وما فيهش مقادير كتار. وكنشريو حنا الطاكوس برا، كتشريه بثمن صراحه غالي بزاف، 40 درهم، 35 درهم، 45 درهم. وعلاش لا ما نديروهش في الدار ونعرفوا شنو كنوكلوا لوليداتنا. المهم نشوفوا المقادير ديال العجين. هو الاول ديالنا نص كيلو ديال الطحين، عندي هنا 2 معالق ديال النيدو، عندي شويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، معلقه ديال سنيده. غادي ندير 3 ديال المعالقات ديال زيت المائده، وعندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء دافي. والماء على حسب الطحين، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، كيف العاده دائما كنقولوها. بطبيعه الحال الطحين عندي مغربل. غادي نضيف هاد 2 معالق ديال النيدو، غادي ندير سنيده، غنخلي الملح حتى للاخير. غندير الخميره وغادي ندير هاد غادي ندير الزيت، وغادي نديريها تعجن في العجانه. بطبيعه الحال اللي ما عندهاش العجانه تعجنها غير بيدها. المهم هو خاصها تسدلك مزيان شويه، وما خاصهاش تجي جاريه وما تجيش قاصحه، باش تساعدنا في الطليق فاش نكونوا كنطلقوها تجينا مزيانه. المهم انا كفاني هنايا 2 كيسان ديال العنبه، كفاوني في نص كيلو ديال الدقيق. داك الدقيق راه عبرته نص كيلو، و2 كيسان ديال العنبه ديال الماء. خليتها تعجنات مزيان وتدلكات مزيان مزيان، وخليتها ترتاح واحد شويه، عاوتاني خليتها تدلكات. ما بغيتش نوقف، بغيت نخليها باش تشوفوا كي دايره العجينه. ما راها ما مطلوقاش وماشي قاصحه بزاف وما زدت لها حتى شي حاجه. ها انتم كي دايره العجينه كما كتشوفوا راه رطبه. ودابا عاد نزيد لها المليحه. الملحه ما كنحاول ما نديرهاش مع الخميره في الاول، لان ما كتخليش الخميره تفاعل مزيان. كنخليها حتى الاخر. الخميره كتفاعل مزيان مع سنيده بصراحه. وخليتها زادت دلكات شويه وحيدتها من العجانه، غطيتها خليتها خمرات، وعاد غادي نشكلها. من بعد ما طلقت لنا العجينه وارتاحت مزيان، غادي نحيدوها من البول وغادي ندوزو نشكلوها. غادي نرش شويه ديال الطحين في سطح العمل. كما كتشوفوا راه ماشي قاصحه وماشي جاريه في نفس الوقت.
غادي نشكلوها هكا بهذه الطريقه على شكل حربول طويل، الباكيطه طويله كبيره. بهذه الطريقه غير باش نجيبوا القطع متساويين، نجيبوا الكرات متساويين. غادي ندوز باش نقطعها القياس اللي بغيت. هما الا بغيتو تكون كبيره غادي قد القياس ديال الطاكوس ديال الزنقه فيه 70 غرام، فيه 70 غرام. انا درتهم شويه صغار على الطاكوس ديال الزنقه، فيها 65 غرام. ماشي بزاف، 5 غرام ماشي بزاف. المهم جبت الميزان باش نوزنهم، درت 65 غرام فيهم. وفي الاخر درت غير يعني ميزاني وصدقوا نيشان. فاش شفت العبار ديالهم لقيتهم نيشان نفس العبار تقريبا، ما عدا دوك جوج الاخرين درتهم صغيورين على حساب ولدي. انا كنصاوبو كيقول لي ديري لي دياولي ديري لي دياولي، درت له دوك الجويجات صغيورين شويه. وغادي نكورهم كويرات عاديين كما كنكوروا الخبيز. غنديرهم كاملين نشكلهم كويرات، وغادي نغطيهم بزيف ديال الخبز. غنغطيهم يرتاحوا غير واحد شويه. هانتوما كما كتشوفوا دوك الجويجات صغيورين غطيتهم يرتاحوا، وغادي ندوز نشكلهم. درت دوك الكويرات ديالي في بلاستيكه، وغادي نبدا نطلق العجينه ديالي. خاصني نطلقها رقيقه بزاف. انا كنطلقها وانا كندير لها شويه ديال الطحين، وكنطلقها بالدلاك. وكنطلقها مزيان مزيان. كما كتعرفوا الخبز ديال الطاكوس كيكون رقيق ومع فيه الخميره راه كيخمر. خاصنا ضروري نرقوها مزيان مزيان باش ما تجيش غليظه، وباش تساعدنا كما شفتوها باش تساعدنا باش تطوى. كنطلقها مزيان. شو كانوا كيبانوا الكويرات صغيورين، وانما شوفوا راه كبيره الخبيزه، راه كبيره. غادي تجي الطاكوسه كبيره. شفتوا العجينه كي زوينه رطبه. كنقلبوها كما بغينا، ما نخافوش منها لا تعوج لا حتى شي حاجه. كما كنشكلوها كتبقى. وفي هذا الوقت راني شعلت البوطه على المقله الثقيله، وحطيتها. حطيت الخبيزه ديالي في المقله ديال وجده اللي كنقول لهم ديال وجده، واما المقله اللي ما كيلصقوش، المقلات اللي ما كيلصقوش. وعلى نار مهيله كنخليها طيب. وكما شفتوا غير كنديرها غير واحد شويه ونعاود نقلبها، وكنبقى نقلبها على هاد الجهه وعلى هاد الجهه على ما كتبان لنا داكشي اللي بغينا، داك اللوي اللي بغينا. المهم ماشي غادي نخليوها خضره وماشي غادي نحمروها، ما غاديش نسينوها تحمر. المهم يدنا معاها كنقابلوها مزيان، لان الا غفلنا عليها لان رقيقه، الا غفلنا عليها راه دغيا غادي تحمر بزاف واما تحرق دغيا. هكا كنبقى مقابلها. انا منقصه البوطه بزاف وكنبقى مقابلها، لان الا حمرناها بزاف راه غادي تيبس، ومازال غادي فاش غادي نديروها في آلة البانيني راه غادي تزيد تطيب، تزيد تحمر شويه. فبحال هكا صافي كافي. شفتوا كما قلت لكم كنقلبوها كما بغينا، نطويوها ولا المهم نشكلوها كما بغينا، خاصها تكون رطبه. المهم انا راه مازال يلاه هزيتها من المقله، بغيت غير باش نوريكم كيفاش كنطويها كما بغيت. وندوزو دابا للحشوه. عندنا ستر ديال بيبي، غادي نشدو نقطعو قطع صغيورين. المهم من بعد ما غسلته بشويه ديال الحامض والملحه وخليته راقد واحد شويه، وحيدته غسلته وقطعته قطع صغار. عندي معلقه كبيره ديال العطريه ديال الشاورما، وعندي معلقه كبيره ديال لاموطارد، وشويه ديال الملحه، شويه ديال القرفه، وشويه ديال السكينجبير. وعندنا واحد الرشيشه ديال الثومه غبره.
الا ما كايناش ممكن نعوضوها غير بواحد الريس صغير ديال الثومه، غادي نحكوه بالحكاكه رقيقه، وشويه ديال الخل وزيت الزيتون. وغادي نبدا ندير العطريه ديالي. المهم غادي ندير هاد العناصر كلها ونخليه يرقد لمده ديال ساعه او ساعتين. كل ما رقد هاد لا الدجاج ولا لا داند، كل ما ترقد وشرب ديك العطريه كل ما كيجي ألذ. غادي ندير هاد العناصر كلها وغادي نحركو وغادي نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه على جنب. انا هادشي كنت درتو من قبل ما نعجن ولا نوجد حتى شي حاجه. درت هادشي هو الاول، عاد من بعد عجنت، لان كل ما ترقد كما قلت لكم كل ما جا لذيذ وكيجي فتي. خليته غطيته وخليته وحتى عجنت وشكلت الخبز ودرت كل شيء قليت الفريت ديالي عاد باش شحرت هاد لادان ديالي. المهم كما شفتوا راه غير معلقه واحده ديال الخل ديال الحامض، ماشي الخل الابيض ولا داك الصفر. المهم هذا الحامض حاولت نحركو مزيان. وغادي ندوزو دابا باش نوجدو لاصوص المرافقه للطاكوس، المرافقه الدائمه للطاكوس. اول حاجه غادي ندير لا مايونيز. عندي كاس د العنبه ديال الحليب، وعندي قبيصه ديال الملح، واحد فرماجه، وكاس ديال زيت المائده، وقطرات من الخل. غادي ندير الحليب هو الاول في الخلاط الكهربائي، وغادي ندير ديك القبيصه ديال الملحه والتنسيم. بغيتو تنسموه بالبزار، الفلفل الاسود او بالكوزه، اللي بغيتو. انا ما نسمتوش خليته هكاك. قلنا درنا الحليب ودرنا الملحه ودرنا ديك الفرماجه، وغادي نبدا ندربو. انا كندرب وانا كنزيد الحليب بشويه بشويه. بصراحه انا ما كيعجبنيش المايونيز ديال البيض، هذا هو المايونيز المعتمد عندي. كيجي زوين، كيجي بحال شي كريمه. وزيت المائده غنبقى نخوي فيه بشويه بشويه حتى كيعقد. ونزيد فيه شويه ديال الخل، تقريبا شي معلقه ديال الخل، وغادي تشوفوه كيجا. بغيتوه اتقل من هكا راه غادي تزيدوا فيه شويه ديال الزيت. انا بغيتو هكا لان مازال فاش غادي يجلس غادي يزيد يتجمع، يزيد يقصح. وهذا هو المايونيز ديالنا اللي غادي نحتاجوه في الصلصه ديال الطاكوس اللي غادي نوجدوها دابا. وغادي نوجدو الصلصه الجزائريه او صوص الجيريان المرافقه الدائمه للطاكوس. عندي هنايا 4 بصله كبيره، 4 ديال البصله كبيره، نقيتها وقطعتها في هذه الاله العجيبه ديالي الرقيقه. ممكن ديروها في الخلاط الكهربائي. وعندي معلقه كبيره ديال الكيتشوب غادي نضيفها على البصله. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الهريسه. الهريسه اختياريه شحال غادي ديروا، تقدروا غير تنسموا شويه بالحار. المهم انا جاتني حاره، انا كيعجبني الحار، درتها حاره بهذا القياس، جات حاره. وغادي نضيف 3 ديال المعالق ديال المايونيز. المايونيز اللي درنا هاهو كما كتشوفوا ما جاش جاري بزاف. بغيتو تزيدوا تقلوا على هكا كما قلت لكم تزيدوا له الزيت. غادي ندير 3 ديال المعالق. اللي ما كيبغيش المايونيز يقد يعوضها بياغورت مسوس. وغادي ندير قطيرات ديال الخل وغادي نخلطها مزيان. قلت لكم الآلة العجيبة كتشلض وكتخلط، كدير كلشي.
المهم غادي نخلط مزيان وغادي تكون واجده. كما قلت لكم يمكن لكم تطحنوها، دوزوها في الخلاط الكهربائي. اللي ما كيبغيش البصله يدوزها في الخلاط الكهربائي. وها هي واجده. وها هي لاصوص الجيريان، ها هي وجدات، هي هذه كما كتشوفوها. وهذا لا مايونيز بغيت نوريه لكم لحقاش قبيله كان كيبان جاري شويه، ولكن ملي كيجلس وكيبرد كيتجمع كيولي بحال هكا، كيجي بحال الكريمه كما قلت لكم، كيجي زوين كيجي رائع. وغادي نوريكم الفريس كي كندير له باش كيجي مقرمل. كنقيه وندير له المليحه والماء وشويه ديال الخل ونخليه راقد تقريبا شي ساعه او ساعه ونص. من بعد كنقطرو مزيان، كندير له واحد المعلقه ديال النشا، معلقه ديال النشا، وكنزيد شويه ديال البزار او الفلفل الاسود. كندير غير واحد شويه غير التنسيم، وغادي نخلطو مزيان وغادي نديرو التقله. اي تقله على نار مجهده باش كيجي مقرمل. الا نقصنا له الا نقصنا العافيه كيجي رطب. حنا بغيناه يكون مقرمل، خاصها تكون نار مجهده. واخر حاجه هي لادانت. غادي نشحرو مزيان مزيان وغادي نخليه يبرد واحد شويه ونمونطيو الطاكوس ديالنا. غادي نشدو الخبيزه ديالنا ديال الطاكوس، غادي نديرو فيها شويه ديال صوص الجيريان، وغادي نديرو الفرماج مربع ديال الساندويتش، وغادي ندير شويه ديال الفريت، شويه ديال لاداند، وشويه ديال لا مايونيز. هنايا انا كترت شويه ديال لاصوص، المهم على حساب الذوق. اللي كيبغي الحار راه كيكتر، اللي ما كيبغيش راه ما كيكترش. غادي نجمع الطاكوسه ديالي وغادي نكون مسخنه آلة البانيني ونديرها باش يجيو هذوك الخطيطات، يجيو فيها هذوك الخطيطات. غادي نديرها على الجنب ونعاود غير يبانوا لي الخطيطات ونقلبها للجنب الاخر. وفي هذه الاثناء غادي نعمر الطاكوسه الثانيه. ودابا ملي بانوا فيها الخطيطات من هذا الاتجاه غادي ندورها شويه الاتجاه الاخر باش يجيو معاكسين وتجي بحال اللي كيتباع في المطاعم. ونعاود نفس الشيء مع الطاكوسه الثانيه. وهكا هو واجد. غادي نقطعو مايل ونحطوه في طبق التقديم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنسونيش بلي جيم وبالتعليقات، واللي مازال ما تابوناش معايا يتابونا معايا بالضغط على زر صابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وفي فيديو قادم ان شاء الله.